ازاي نبني الفراخ بعد الكوليسترول. طبعا قلت لكم الكوليستريديا عباره عن عضله في المعده بتيجي من ناحيه الاكل او الفرش، بس تبقى يعني ايه، مش زي الكوكسيديا، لا تبقى حاده عن الكوكسيديا. بتبقى ايه بقى؟ ده عباره عن الدم بقى في البول، في البراز، يبقى مثلا الحمام مدمم، ده بيجي لهم نزيف في المعده. النزيف اللي في المعده دوت طبعا بعد ما ياخدوا جرعه كوليستريديا لازم بقى ايه، ياخدوا فيتامينات. اول حاجه بياخدوها بقى ايه، اللي هي جرعه الكوليستريديا، وبعد كده بياخدوا منشط كبد وغسيل كلى وغسيل كلى، وبعد كده بقى بناخد بقى الجرعه بقى اللي هي الفيتامينات كلها بقى، تبقى مثلا فيتامين كاف واملاح معدنيه، وتبقى رافعه للمناعه، وزي ما انتم شايفين اهو، وهي السيلينيوم بياخدوها، شايفين اهو، هو كده يعني بيبنوها.